الحلقة وبتقول جونيان: جين غروي، أنا مش فاضية لك، اخرج دلوقتي. أنا لو خرجت من هنا هسمح للمرأة دي إن هي تضايقك. من 3 سنوات جونيان رفضت تتزوج ابنك بسبب إن انتي حاماه سيئة. ما كنتش أعرف إن انتي بقيتي أسوأ أكتر من الأول. بتقول في نفسها: هو جين غروي يعرف إيه بالظبط؟ انت ازاي تتجرأ؟ خلاص يا عمتي ما تغضبيش وإلا هتمرضي. ماشي يا جونيان، أنا هوريكي هعمل فيكي إيه. بتقول جونيان في نفسها: أكيد هتصير ضجة أمام فوجينغ. جين غروي، انت عارف إن انت وضعتني في مشكلة دلوقتي. لولا وجودي كان زمانهم ضايقوكي. جين غروي، احنا ممكن نكون أصدقاء ونعمل مع بعض، لكن أنا مش هحبك أبدا. جونيان، انت المرأة الوحيدة اللي أنا حبيتها. ازاي يعني عايزانا نبقى أصدقاء؟ هو انت فكرت في العواقب لما عائلة جينغ تعرف ان انت بتطاردني؟ وايه المشكلة يعني؟ انت فاكراني ان انا هخاف منهم؟ انا هذهب دلوقتي الى منزل جينغ واخبرهم. جينغ فو، شفت المرأة اللي انت تزوجتها كانت بتغازل شينغروي في المكتب. هو انت رحتي الى زوجتي عشان تزعجيها؟ ايه؟ ابني، انت تقصد ايه بالظبط؟ اقصد ان انت مهما قلتيلي انا مش هتركها ابدا. للاسف مش هقدر اوصلك الى منزلك عشان عندي عمل. طبعا الام بتتجنن ان هو بيثق فيها بالشكل ده وبيكذب امه. هو عايزني اتقبلها؟ انا مش ممكن اتقبلها ابدا. بعد كده جونيان بتذهب الى المنزل وبتحضر ليه وجبه، بتقوله: ايه رايك في الطعام؟ بيقول في نفسه: مهاراتها في الطبخ تحسنت جدا عن السنوات الاخيره. مش سيء. هتدرب اكتر عشان اطبخ. مفيش داعي، مش عايز معدتي تؤلمني. وبعدين مش انتي قلتي قبل كده ان انتي مش مهتمه ابدا؟ ليه غيرتي رايك؟ عشان المدينه اللي انا كنت عايشه فيها كانوا جميع الطلاب بيعتمدوا على انفسهم. عشان كده اتعلمت الطبخ. انا هذهب دلوقتي. بعد كده بتلاقيه بيقول لها: لو انتي متضايقه قولي لي. لو انتي عايزه ترجعي تاني، ما رجعتيش ليه؟ عشان اعتقد ان انا دلوقتي اخترت الطريق الصح. وبعدين انا لو ما كنتش رجعت، كنت هتسامحني؟ الشيء الوحيد اللي انا واثق منه ان لو عائلتك ما كانش حصل لها حاجه، ما كنتش هترجعي ابدا. اكيد لا، كنت هرجع. بتقول في نفسها: كل شيء كان غصب عني. امال ليه غادرتي من البدايه؟ ليه اخترتي ان انتي تسيبيني؟ قولي لي. قولي لي انتي فكرتي فيا ولو لمره واحده بس طول السنوات دي. قولي لي. قولي لي يا جونيان، ارجوك اديني اجابه. انا كنت باجي في بالك ولا لا؟ لسه هترد عليه الكلب بيجي بيهوهو. بعد كده بيقوم بالهجوم مرة واحدة عليهم، بيتسبب إن هي تقع على الأرض والأطباق تقع تتكسر منها. جونيان، انتي كويسة؟ في أي شيء بيؤلمك؟ اه، رجلي بتؤلمني جدا. طيب تعالي أنا هحملك إلى الغرفة. بتقول في نفسها: في الماضي لما ما كنتش بحب أرد عليه، كنت بتظاهر إن أنا مريضة وهو كان بيستسلم أمامي. ها، كده اتحسنتي؟ يعني شوية. طيب اجلسي هنا وأنا هبحث ليكي عن علاج وأجيلك. بتقول في نفسها: أيوه، أنا كنت بفكر فيك طول السنوات دي، بس للأسف مش هقدر أقولك الحقيقة وأرجع للماضي تاني. امشي على مهلك وخليكي حذرة. سيدة جونيان، سيد فو، مرحبا بكم. انتي بتعملي ايه هنا؟ أنا جيت عشان أطمن على جونيان وأعطيها بعض الفيتامينات. فوجينغ، أعتقد إن أنا قدمي بتؤلمني ومش هقدر أوصل للمكتب. طيب أنا هاخدك إلى المستشفى. لا لا، أنسة أنشوان أعطت رشوة إلى مديرة قسم العطور بشركتي، عشان كده أنا عندي بعض العمل لازم أقوم بيه. وكمان والدتك جت إلى شركتي وأثارت ضجة ليلة أمس. السيد فو، أنا جيت أمس مع والدتك عشان أتكلم معاها. لأ، انتم اقتحمتم مكتبي ليلة أمس. أنا عارفة إن انتي جيتي عشان تقولي على جنغروي، وأحب أقولك إن هو جالي أمس بس عشان يعتذرلي على تأخره بالعمل. وبالمناسبة، أنا بحب أشكر زوجي إن هو حللي مشكلتي بشأن الزيوت العطرية. مفيش شكر بين الأزواج. ودلوقتي أنا هحملك عشان مش هتقدري تقفي على ساقك كتير. طبعا دي بتكون على آخرها ونفسها إن هي تقتلها في الوقت ده. أعتقد إن أنت لازم تغادر دلوقتي. أنا خايفة حد يشوفك وتنتشر الشائعات عن علاقتنا. بيقول في نفسه: للدرجة دي عايزة تبعد عني؟ بعد كده بيذهب إلى مكتبه وبيلاقي جد جين غروي منتظره. اسمع يا ابني، أنت الوحيد اللي أقدر أعتمد عليه. حفيدي جالي وقال إن هو بيحب امرأة متزوجة ومنتظر إن هي تتطلق عشان يتزوجها. تقدر تعرف مين المرأة دي؟ طبعا بيتجنن والشك بيملاه لما بيشك إن هي زوجته. بعد كده بيروح لها أمام شركتها بيستنى لحد ما تخلص عمل. انتي قدمك لسه بتؤلمك؟ لا، أنا بقيت أحسن دلوقتي. طيب اركبي العربية دلوقتي على مهلك. هو في شيء ولا إيه؟ الجد جين غروي قال لي إن حفيد وقع في حب امرأة متزوجة وطلب مني إن أنا أعرف هي مين. أنت بتقول إيه؟ هو قالك كده؟ بيقول في نفسه: البنت اللي هو واقع في حبها معقول تكون جونيان؟ اسمعني، أنا هشرح لك. هو مهتم بيا بس لما عرف إن أنا اللي رشيت الفلفل الأسود في ملابسه أيام ما كنا في الثانوية. عادي.
مفيش مشكلة، لو ضايقك مرة تانية قوليله مباشرة إن إحنا متزوجين. ماشي. بتقول في نفسها، الجميع عارف إن أنا هربت منه من 3 سنوات، لو عرفوا دلوقتي إن إحنا متزوجين هيكون أضحوكة بين الجميع. مش انتي قلتيلي إن انتي عايزة تبدأي معايا من جديد؟ خلاص يبقى نعلن خبر زواجنا. ولا انتي كنتي بتضحكي عليا؟ لا طبعا أنا مضحكتش عليك أبدا. بعد كده بيرجعوا المنزل، بتقوله أنا هقوم دلوقتي استحمى. ما ينفعش تقفي كتير عشان انتي دلوقتي قدمك بتؤلمك. أنا هقوم واملى حوض الاستحمام وحضره ليكي. بعد ما بيمشي بتلاقي في رسالة جت على موبايله. بتاخد الموبايل وبتقرأ الرسالة، بتلاقي مكتوب إن تم رفض طلب فوجين غير الوثيقة اللي هو قدمها. بتقول في نفسها، هو تم رفض ايه بالظبط؟ أنا مش فاهمة حاجة. أنا جهزتلك الحمام. اه تمام شكرا. بعد كده بيوصلها الحمام وبيقول لها، انتي مردتيش عليا لسه، قوليلي فكرتي فيا؟ بتقول في نفسها، أنا نسيت أخد الحبوب المنومة، أعمل ايه دلوقتي؟ بتبعد عنه وبتقوله، طيب سيبني خلينا استحمى الأول. انتي مش عايزة كده يا جونيان ولا ايه؟ لا مش قصدي، أنا بس لسه مش مستعدة، استنى وهاجي عندك الغرفة. بيتضايق منها وبيسيبها وبيمشي. بتقول لنفسها، أنا لازم أبدأ العلاج النفسي بأسرع وقت. بعد كده بتنزل بتلاقيه بيقول لها، أنا حضرت ليكي شوربة المأكولات البحرية، بتحبيها؟ أيوة بحبها شكرا ليك. لذيذة جدا. هو أنت أحضرتها من أجلي؟ أيوة. أنا أسفة على اللي حصل بالقلق. بيقول في نفسه، أنا مش عايز كلمة آسف، أنا عايز أعرف أنتي اللي اخترتي جيانغ. صحيح نسيت أسألك، كنت عامل إزاي طول السنوات ال3 دول؟ أنا مش عايزة أتكلم في الماضي، خلينا دلوقتي في الحاضر. أنا عايزة أبدأ حياتي معاكي من جديد. ماشي يا سيد فوجينغ وأنا موافقة. بعد كده بياخدها وبيخرج معاها. بتقوله، تعرف إن الأربعاء المقبل عيد الحب؟ تعرف إن عيد الحب اللي فات كان إيه؟ مفيش، كنا كلنا بنرسل هدايا لبعض أنا وأصدقائي. بعد كده بتسمع موبايلها بيرن. بتقول، إيه ده؟ جيانغ. بيقول لها جيانغ، جونيان، الأربعاء المقبل هيتم عرض مزاد لبيع الأرض، إيه رأيك تيجي تشوفي؟ بتقول في نفسها، بس أنا كنت عايزة أقضي عيد الحب ده مع فوجينغ. جونيان، عيد الحب العام ده، أيوة، عيد الحب العام ده هيكون، أنا هذهب إلى فرنسا في رحلة عمل لمدة 6 شهور. إيه؟ أيوة هي رحلة عمل، أنا متفهمة ده. خلاص يوم الأربعاء مناسب، خلينا نذهب إلى المزاد. تاني يوم بتروح الشركة بتلاقي جينغروي منتظرها. انت بتعمل ايه هنا؟ تعالي معايا العربية خلينا نذهب إلى مكان. ايه المكان اللي انت أحضرتني فيه ده؟ بيقول للخادمة، لو جت واحدة اسمها تشاو منغ اعطيها البطاقة. ايه ده؟ هو انت بتوعد تشاو ولا ايه؟ هتعرفي كل شيء دلوقتي. تعالي اجلسي هنا عشان العرض ده هيبدأ قريب قوي. بعد كده بتلاقي عدوتها تشاو جاءت. ايه ده؟ هي بتعمل ايه هنا؟ انا مش فاهمة اي حاجة. انتي امرأة حقيرة، انا هوريكي هعمل فيكي ايه. ايه ده؟ تشاو ويمبو؟ سيدة تشاو دي عشيقتك؟ تفسر ايه اللي حصل ده؟ تشاو ويمبو خان زوجته ودلوقتي تم كشف كل شيء للصحافة. هما ضايقوكي وعشان كده انا هخليهم يدفعوا الثمن بالفوائد. انتي رايحة فين بالسرعة دي؟ جين غروي. بتقول جونيان في نفسها، دي زميلتي في السكن اللي قالت لي ان جين غروي خلاها حامل وتركها. التقارير الطبية اثبتت ان هي ما كانتش حامل ولا تعرضت للاجهاض. اما بقى موضوع ان انا لمستها ده، ممكن تسأليها بنفسك. اسمعي، انا هقول الحقيقة، بس ارجوك ما تفضحنيش. السيد جين غروي ما لمسنيش ابدا، انا اللي قلت كده من نفسي. دلوقتي عرفتي ان انا بريء مش كده؟ انا فهمتك غلط، انا اسفة جدا واتمنى ان انت تسامحني. دلوقتي بعد ما عرفتي ان انا بريء، اكيد مش هتمنعيني ان انا اطاردك. حتى لو منعتيني مش هتوقف. مفيش فايدة فيك، اعمل اللي انت عايزه. بعد كده بيجي يوم الاربعاء وبتذهب الى المزاد مع جي يانغ. جونيان انتي هنا؟ جي يانغ، قولي بس قطعة الارض اللي انت مهتم بيها وانا هعطيها لك. بيقول جي يانغ، شكلي ليك مصلحة بس انا بفضل اعتمد على نفسي. مين قالك ان انا جيت عشان المزاد؟ انا جيت عشان المطاردة. جي يانغ، خلينا ندخل المزاد عشان هو على وشك ان هو هيبدأ. لو فضلنا نستمع الى هراءه ده بيبقى مش هنخلص. من الناحية التانية مش بيكون سافر ولكن بيكون بيراقبها وبيشوفهم مع بعض. أهلا بيكم، المزاد على وشك البدء. جونيان، قوليلي ايه هي قطعة الأرض اللي انتي وضعت عينك عليها؟ القطعة في المنطقة الشرقية هتكون مناسبة جدا. تعرفي ان عائلتي عايزة الأرض دي، بس لو انتي عايزاها أنا مستعدة أشتريها ليكي. شكرا، مفيش داعي لكده. جين غروي،
ما تتعبش نفسك، أنا هشتريها ليها. بتقول في نفسها: أنا مش عايزة جيانغ يتشاجر مع جين غيروي. خلاص جيانغ، مفيش داعي، انسى، أنا اللي هشتريها. خلاص خلينا نشوف. بيبدأ المزاد وبيقول جين غيروي: 100 مليون. أنا قلت كلمتي جونيان، هشتريها لك. بيبدأ المزاد وبيقول جين غيروي: 100 مليون. بتقول في نفسها: ايه ده، هو بدأ مبلغ كبير جدا. 200 مليون. جيانغ قال هو كمان سعر مرتفع جدا. 500 مليون. واضح ان هما اتجننوا تماما بالتحدي. ايه ده، ازاي يقولوا اسعار زي دي في قطعة ارض؟ التنافس مش على الارض، التنافس على شخص. اكبر مبلغ انا كنت هقدمه هو 300 مليون. انا كده عمري ما هحصل عليها. سيد جي، عايز تستمر؟ اكيد طبعا. جيانغ ارجوك توقف خلاص، ما ترفعش في السعر اكتر من كده. انا كنت دايما عايزه اشتري لك هديه، ومفيش هديه اكثر ملائمه من قطعه الارض دي. 800 مليون. جينغروي توقف عن المشاكل، حتى لو اشتريتها انا مش هاخدها منك. 900 مليون. بعد كده بتسمع حد بيقول: 1000 مليون. ايه ده، الصوت ده انا عارفاه كويس. فوجينغ، هو موجود معانا هنا؟ ايه ده، 1000 مليون من السيد فوجينغ. حد هيزود؟ ايوه انا هزود. خلاص يا جينغروي اهدى، سيبيه يرفع في السعر زي ما هو عايز. او ممكن تقوليله عايزاه يتوقف ليه. انت تقصد ايه بالظبط؟ بما انك ما تعرفيش السبب، اسمحي لي